حبايبي النهارده مع بعض بقى هنعمل أحلى أكلة مستحبة في رمضان وفي العزايم وفي المناسبات. السمبوسك، السمبوسك بكل أنواعها وكل حشواتها حسب الرغبة اللي انتِ عايزاه وحسب ما بتحبي. سمبوسك باللحمة، سمبوسك بالفراخ، سمبوسك بالجبن، سمبوسك بالخضار، أي حاجة انتِ عاوزاها أو انتِ بتحبيها أو متوفرة عندِك مش متقيدة بحشوة معينة. زي ما احنا شايفين كده اللفة بتاعتها ولا أروع من كده، متماسكة، ما فيش فيها أي حاجة مقطوعة أو أي حاجة مش مضبوطة. ليكِ حرية الاختيار في التسوية بتاعتها، في الفرن تمام، في الair fryer تمام، في الزيت تمام، على حسب ما أنتِ بتحبيها. مع بعض نشوف طريقة لفّها وطريقة حشوها إزاي والحشوات المختلفة وسواها. يالّا بينا على الفيديو نشوف إحنا عملنا الجمال ده إزاي. أنا دلوقتي عشان أعصّج بقى الفراخ زي اللحمة المفرومة عشان أحشي بيها تكون جاهزة للحشو، هاجيب طاسة أو حلة صغيرة أو wok وأحطها على النار. كده الطاسة بتاعتي سخنت، هابدأ أنزل عليها بالفراخ من غير ما أحط أي مادة دهنية أو حاجة، بكمية معينة اللي موجود عندِك اعمليه. والحشوة مش متقيدة بالفراخ بس، ممكن تعملي لحمة مفرومة معصّجة، ممكن تعملي جبنة، ممكن تعملي خضار بس يعني زي ما أنتِ حابة. ودي طبعًا إحنا عارفين ديّة يعني بتبقى مناسبة أكتر لرمضان وللعزايم والأفراح والمناسبات، بتبقى سهلة وجميلة. في مننا بيسويها في الair fryer وفي بيسويها في فرن البوتاجاز وفي بيسويها عادي بيقليها في الزيت، على حسب ما أنتِ عاوزة أو أنتِ حابة. أنا مش هاقلّب الفراخ إلا لمّا أحس إن لونها بدأ من تحت يتغيّر، هابدأ إن أنا أقلّبها. كده الفراخ أهيّة بدأت اللون بتاعها يتغيّر، تدّي اللون الأبيض. تمام، هاتدخّل دلوقتي وأقلّبها زي ما إحنا شايفين كده، شايفينها ابيضت إزاي من تحت. فأنا هاقلّبها لغاية ما من فوق ومن تحت تبقى نفس اللون الأبيض ده تتغيّر. على فكرة لو لقينا إن الفراخ نزّلت مَيّة عادي ما فيش أي مشكلة، نستنى لغاية بس ما تشرب المَيّة بتاعتها. هو أحسن لو إحنا سخّنا الطاسة أوي أو الحلة أوي ونحط فيها الفراخ، فأمّا بتعمل الطشّة دي فمعناتها إن هي بتقفل المسام فما بتنزّلش مَيّة. فلو أنتم الطاسة ما خدتوش بالكم وما سخنتش أوي والفراخ نزّلت المَيّة، ما فيش أي مشكلة تستنوا عليها دقايق بس، مش هتاخد حاجة يعني بسيطة. تشرب مَيّتها بعد كده تبدأوا تكمّلوا الخطوات بتاعتكم. كده خلاص اتأكدنا إن الفراخ ما فيهاش أي سوائل ولا حاجة. هابدأ أحط عليها حوالي مثلًا معلقتين زيت كبار. إحنا مش عايزين يعني مادة دهنية كتير ولا حاجة، مش عايزينها تبقى دسمة، فهاحط حوالي معلقتين زيت كبار. هاخدها كده تقليبتين بعد الأول، وبعدين نخلط تقليبتين كده نشوحه مع الفراخ. بُصّي، هي الحشوات أنتِ يعني بتلعبي فيها زي ما أنتِ عايزة، بتشيلي حاجات وتبدليها بحاجات، بتحطي حاجات أنتِ بتحبيها، مش شرط إن أنتِ تعملي الحشوة اللي أنا باعملها، يعني الحاجة اللي أنتِ بتحبيها حطيها واعملي. عايزة تشيلي الجزر حطي بداله حاجة تانية، عايزة تشيلي الفلفل، عايزة بس البصل طبعًا أساسي، لإن دي بتعتبر زي العصاج كده، لازم يتحط لها بصل الأساسي. أي حاجة تانية بقى أنتِ ممكن تقدري إن أنتِ تشيلي وتحطي وتبدلي فيها. خلاص كده أنا شوحت الجزر يعني خد دقيقتين 3 كده، هابدأ بقى أحط البصل، هاخلّي الفلفل آخر حاجة علشان يعني ما يبقاش مستوي أوي، لمّا بيبقى فيه قرشة كده بيبقى أحسن ما يبقى مهري، بيدّي طعم أحسن. أنا حطيت كده البصل، هابدأ برضه آخده تشويحتين كده. الأساسي الملح والفلفل، الأساسي الملح والفلفل الأسمر. عايزة تزوّدي بقى أي توابل أنتِ بتحبيها نكهتها أو كده، زوّدي براحتك، إنما أساسي ملح وفلفل. كده خلاص برضه البصل اتشوح، هابدأ أحط آخر بقى حاجة في الخضار الفلفل، واتفقنا نحط حاجة على بارد. ده بالنسبة برضه على حسب برضه إيه رغبتِك واللي بتحبي. آخده برضه تقليبتين، وقبل ما أطفي عليه هاحط بقى ال التوابل الأول. هاجيب التوابل دلوقتي أحطها، إحنا قلنا أساسي ملح وفلفل،
انا هحط ملح وفلفل وحبه بهارات فراخ او بهارات مشكله. انا هحط حبه فلفل اهو، يعني حوالي مثلا معلقه صغيره برضو، حوالي برضو يعني نص معلقه ملح او على حسب ما هتدوقيها برضو. هحط برضو حبة توابل مشكلة برضو. على كده حطيت كل التوابل، حطيت ملح وفلفل والبهارات مشكلة، ولو في بهارات فراخ هتبقى جميلة، بس أنا للأسف ما عنديش بهارات فراخ فعندي المشكلة دي وحطيت منها. آخر قبل ما أطفي عشان أخدها تقليبتين أحطها معلقتين الصويا صوص اللي احنا قلنا عليهم، نقلبها كويس، ومعلقة دبس الرمان برضو اللي احنا قلنا عليه. ده بيدي طعم ومزازة حلوة قوي للي بيحب المزازة. لو مش بتحبي خلاص ما تحطيش منها، يعني انتي لو ما بتحبيش الحاجة مزازة شوية ما تحطيش منها عادي. كده الحشو اصبحت جاهزة كده تمام. انا هطفي عليها بقى واستنى عليها لما تهدى وبعدين نحشي مع بعض. كده انا عندي خلاص الحشوة بتاعت الفراخ خلاص بردت وبقت كويسة، اقدر ان انا احشي بيها. هجيب الباكيت بتاع السمبوسه كده واعملها اهي. على فكره في ناس بيعملوها زي القرطاس كده، زي القرطاس كده برضو لفه كمان اهي، وبيحطوا فيها الحشو كده، بنحط جواها الحشو كده. وبعد كده بنبدا بقى نلفها، نبدا نلفها كده كده. وبرضو اهي زي ما احنا شايفين الحته دي بتبقى مفرغه كده اهي، بنجيب الحته دي ونحطها. انا بحب اعملها كده، بحبش اعملها بدقيق، فممكن تجيبي معلقتين دقيق على معلقه ميه وتلزقيها بقى في بعضها من الحته دي اهي، بتبقى كده اهي عامله زي الحجاب. بنحطها برضو جنبنا هنا في صينيه الحشو اهو. اجيب الحرف ده كده واروح حاطاه كده، اعمل زي مثلث، وبعدين اروح جايه لفاه الناحيه دي، وبعدين ارجع اعمله كده الناحيه دي، وبعدين ارجع اعمله كده الناحيه دي، وبعدين ارجع اعمله كده الناحيه دي برضو. والحته الزياده ديت بدخلها هنا برضو وبسويها كده وبضغطها كده ضغطه بسيطه اهي، دخلت لجوه ومش هتتفك وما فيهاش اي مشكله اهي زي ما احنا شايفين كده. هركنها برضو على جنب بس الكميه ونرجع مع بعض نشوف. كده انا خلصت الحشو بتاع السمبوسه بالمنظر ده، ورصيتها كده في صينيه. الأحسن تكون معدن ستانلس أو ألمونيا، تكون مدورة كده عشان تاخد أكبر عدد منها. بعد كده بقى هحطها في الفريزر علشان تتجمد. بعد كده هقدر إن أنا حبايبي، ودي كانت النتيجة بعد ما طلعتها من الفريزر وجمدتها. بقت أهي زي ما انتوا شايفين كده. فرستها وجمدتها علشان خاطر لما أعبيها في الأكياس أو في علب تبقى وحدات بعيدة عن بعض اما أجي أطلعها علشان أستخدمها في الأكل ما تبقاش لازقة في بعض. فانا عندي اهو انا هعبيها في اكياس لاني ما عنديش مكان لعلب في الفريزر، فانا هعبيها في اكياس. فديت اللي هي اللحمه اللي انا لفتها معاكم، وكنت لفه نفس الطريقه برضو. دي قصدي الفراخ اللي انا لفتها معاكم النهارده اهي. ودي زي ما احنا شايفين كده انا بحط فيها ورق باسم الحشوه علشان خاطر ما اتلخبطش بينهم. دي عندي اهي اتحطها في كيسه برضو متفرزه زي ما انتم شايفين كده، الواحده بوحدتها برضو مش لازقه في بعض خالص اهي. حاطه ورقه اهي لحمه زي ما انتم شايفين كده. وعندي كمان بالجبنه البيضاء اهي، جبنه بيضاء بالفلفل ديت انا عاملاها برضو واضحه اهي، حاطه ورقه وكاتبه فيها برضو، شايفينها وحدات ازاي متفرزه كده احسن حاجه. والاحسن لو عندك مكان واسع في الديب فريزر او في الفريزر تحطيها في علب بتبقى احسن. انما انا بصراحه ما عنديش مكان فبحطها في اكياس. فانا دي كمان هعبيها في اكياس واكتب عليها ان هي فراخ علشان تبقى مميزه. كل طعم بيبقى معروف، اطلع من دوت كام واحده ومن ده تبقى عندي تشكيله بتتحط على السفره مع اي شوربه انت عاملاها او جنب اي اكل، او مثلا جنب الكبه الشامي اللي هي الكوبيبه الشامي دي هنعملها مع بعض برضو ان شاء الله. ودي كانت النهايه
النهاية بتاعة السمبوسك زي ما احنا شايفين كده. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من اللفة، واللي ما يعرفش يلفها عرف يلفها وانا بوريها له. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوة حلوة من قلوبكم جميلة، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر، وكل سنة وانتم طيبين.